في ليالي الابطال لا مثيل للريال. ريال مدريد يفوز على مانشستر سيتي في الاتحاد بريمونتادا كبيره جدا 3-2. ولكن في الحقيقه ان احنا لو بصينا شويه كده على الماتش هنلاقي ان السيتي كفريق على بعضه كان افضل بكتير جدا من الريال، ولكن ريال مدريد كافراد احسن بكتير جدا في الفرديات من السيتي. وهنا تقدر تقول ان جوده لاعبي ريال مدريد هي اللي خلتهم يكسبوا الماتش ده. ولو كان ريال مدريد عنده حظ شويه الماتش ده كان الماتش ده هيخلص بنتيجه اكبر من كده، ولو كان التحكيم برضو منصف شويه لريال مدريد كان الماتش برضو هيخلص بنتيجه اكبر من كده. ويجي هنا بقى السؤال المهم، هل الموضوع خلص على كده والريال وصل دور ال16 ولا لسه فيها كلام؟ وازاي السيتي خسر ماتش الذهاب، وازاي السيتي ممكن يقدر ان هو يعمل معجزه في ماتش الاياب؟ وايه بقى السيناريو المتوقع من الفريقين دول في ماتش العوده في البرنابيو؟ كل دي اسئله في مخ اي واحد بيشجع السيتي او ريال مدريد. فتعالوا بقى كده نتكلم شويه عن اللي حصل في ماتش الذهاب ونشوف الاخطاء التكتيكيه ونتوقع ماتش الاياب. فمن غير رغي كتير يلا على التفاصيل. بعد الماتش طلع جوارديولا مدرب السيتي في تصريح صحفي وقال ان الموقف ده مش اول مره يحصل معاه الموسم ده، والراجل كان يقصد ان هو مش اول مره الموسم ده يتعمل عليه ريمونتادا بالمنظر ده. وفعلا دي حقيقه لاننا بنشوف السيتي الموسم ده بيكون كسبان ويتعمل عليه ريمونتادات مش طبيعيه. اخرهم كانت الريمونتادا اللي اتعملت عليهم من باريس سان جيرمان في حديقه الامراء بعد ما كانوا كسبانين 2-0 خسروا 4-2. وحرفيا اللي حصل في ماتش السيتي قدام ريال مدريد بيفسر كل المشاكل اللي اتكلمنا عليها قبل الماتش. فتعالوا بقى كده نروح نتكلم كفنيين على البورد. التشكيله اللي بدأ بيها ريال مدريد الماتش ده هي كورتوا في حراسه المرمى، قدامه قلبي الدفاع اسينخيو وجنبه تشاوميني. على اليمين شفنا مفاجاه كبيره جدا بفالفيردي، وعلى الشمال كان في كالعاده مندي. في وسط الملعب كان في 2 ارتكاز، سيبايوس وجنبه كامافينجا. على يمينهم لاعب رودريجو وعلى شمالهم لاعب بيلينجهام، وقدام 2 سترايكرز فينيسيوس جونيور وكيليان امبابي. وفي الماتش ده شفنا توصيف جديد شويه لبيلينجهام ان هو لعب كجناح مش كوسط ملعب تحت المهاجمين. الناحيه بقى الثانيه السيتي بدأ بتشكيله مكونه من إيدرسون في حراسه المرمى، قدامه قلبي دفاع روبن دياز وجنبه ناسان اكي. على اليمين لعب جوارديولا باكانجي وعلى الشمال لعب جفارديول. في وسط الملعب لعب بارتكاز وحيد وهو جون ستونز، قدامه 2 دي برويني وجنبه سيلفا. على يمينهم سافينيو وعلى شمالهم جاك جريليتش، وفي المقدمه المهاجم ايرلينج هالاند. تعالوا في الاول نتكلم شويه عن نقاط الضعف اللي كانت واضحه جدا في تشكيله بيب جوارديولا الماتش ده. اول نقطه ضعف عند جوارديولا الماتش ده تتلخص في اللاعب كيفن دي بروين، اللاعب اللي حرفيا نسي الكوره وما كانش ليه اي وجود في الملعب. لان لاعب زي كيفن دي بروين في مكانه ده مطلوب منه حاجتين، صناعه اللعب دي اول حاجه، وتاني حاجه مطلوب منه الضغط في المكان المظبوط والوقت المظبوط. ولكن كيفن دي بروين كان بيعمل لنا شويه لمسات سحريه كده على استحياء طول الماتش. وبالنسبه بقى للضغط والالتحامات فتقريبا كيفن دي بروين ما كسبش ولا التحام في الماتش كله، او علشان اكون واضح وصريح ممكن يكون كسب التحام واحد بس من الالتحامات اللي جات له كلها، لكن غير كده مفيش. وحتى وظيفته الاساسيه الضغط كان بيعملها بصراحه بكل كوميديا. وهنا بقى بيجي السؤال انا ما فهمتوش، ليه مصمم جوارديولا هو يلعب بكيفن دي بروين على حساب عمر مرموش، مع ان الكل كان متوقع ان جوارديولا هيبدا الماتش ده خصوصا وبالذات بعمر مرموش، لان دي بروين اصلا مش في حالته وتقريبا مش فاكر الكره دي بتتلعب ازاي. ده غير طبعا ان هو بعد ما سنه بدا يكبر تحس ان هو بقت حركته تقيله جدا في الملعب. لكن لو كان لعب مرموش كان على الاقل مرموش هيقدر ان هو يفتح له مساحات حلوه جدا في دفاع الريال لايرلينج هالاند. ولكن بنشوف بكل غرابه ان بيب جوارديولا بيقعد مرموش على الدكه ويلعب بكيفن دي بروين. يا راجل ده انت لو رجعت وبصيت على الهدف الاول اللي جابه السيتي في ريال مدريد هتشوف العجب. انا عايز اقول لك ان اللي عمل الاسيست في الهدف ده لايرلينج هالاند كان جفارديول. ايوه زي ما بقول لك كده جفارديول المدافع جري لعب كسكند سترايكر جنب هالاند وعمل له الاسيست. فتخيل انت بقى كيفن دي بروين كان بيعمل ايه في الملعب وقتها. تاني نقطه ضعف عند السيتي تكمن في اللاعب جاك جريليتش. الراجل ده حرفيا من بعد موسم الثلاثيه مع السيتي وهو كمان بطل كوره، والحاجه الوحيده اللي ممكن افهمها ان جوارديولا بيلعب بجريليتش لان هو بيحتفظ بالكوره اكتر من بقيه زملائه. يعني جوارديولا قاعد يفكر كده وقال لك الريال هيحب يلعب الهجمه المرتده، فانا عشان احبط الهجمه المرتده
المرتده دي حاجه واحده محتاج اعملها، انا احتفظ بالكره على قد ما اقدر. وما عندوش في الفريق كله غير جاك جريليتش الوحيد اللي بيقدر يمسك كره ويقف عليه، لكن غير كده مفيش ولا واحد في لعيبه السيتي بيقدر يعمل اللي جاك جريليتش بيعرف يعمله. طب هل جاك جريليتش حلو؟ لا، جاك جريليتش كان سيء جدا الماتش ده. بخلاف كده كان في نقطه ضعف الثانيه بسبب جاك جريليتش، والمره دي كان معاه شويه سافينيو. طول الماتش ما شفتش لعيب واحد من السيتي بياخد الكوره ويحاول ان هو يروح يرقص لعيب من الريال، يا جات يا ما جاتش. على عكس ريال مدريد، اتفرج كده على فينيسيوس بياخد الكوره اول حاجه بيفكر فيها يرقص 2 لعيبه ويخش، لكن السيتي مفيش ولا لعيب واحد حاول يعمل كده. ولكن لما خرج جريليتش بسبب الاصابه ونزل فودن لعب هنا وجابوا سافينيو الناحيه الثانيه، كان فودن الوحيد في لعيبه السيتي كلها اللي بيحاول يعمل كده. ولكن اهو المحاوله بتاعته فلحت وقدر ان هو يجيب ضربه جزاء جاب بيها ايرلينج هالاند الجون الثاني. اي نعم هي ضربه جزاء غريبه وعجيبه وعليها علامات استفهام كتيره جدا، ولكن هتحسب ضربه جزاء. الناحيه الثانيه بقى فانشيلوتي بصراحه لاول مره يعمل حاجه في الملعب افهمها، واكتر قرار بصراحه عجبني في كل اللي عمله ده ان هو قرر ان هو يلعب بفالفيردي مكان لوكاس فاسكيز. فالفيردي اللي طول الماتش لما كان بيلعب في المكان ده ما حسسناش بغياب داني كارفاخال. انا متاكد ان كل مشجعي ريال مدريد كانوا مبسوطين جدا ان لوكاس فاسكيز اتصاب ولعب مكانه فالفيردي. ولكن يا انشيلوتي تظل عندك ثغره كبيره جدا وهي المساحات اللي ما بين تشاوميني واسينخيو، والمساحات دي لو ما حلتهاش في ماتش العوده هالاند هيجي يجيب فيك اجوان تاني. طيب تعالوا بقى نسيبنا من البورد ونتكلم شويه على توقعاتنا لماتش العوده. ماتش العوده هيكون صعب جدا على السيتي ان هو هيلعب في البرنابيو ومطالب ان هو يجيب جون، ولكن نتيجه 3-2 ما بين الفريقين بتفتح كل الامال وكل الاحتمالات الممكنه. يعني السيتي في اول ربع ساعه لو قدر ان هو يخطف جون هيقلب الماتش على دماغ ريال مدريد. ولكن في مشكله كبيره جدا ان خط دفاع السيتي ما يطمنش نهائي، خصوصا بعد اصابه اكانجي اللي هتربك حسابات بيب جوارديولا، وفي الاغلب هيضطر ان هو يلعب في المكان ده بريكو لويس اللي بوظ الدنيا ولبس السيتي جول ثالث بطريقه مش طبيعيه. ولكن ما تقدرش تلوم قوي على ريكو لويس في الماتش ده اللي هو بيلعب قدام فينيسيوس احسن لاعب في العالم، فطبيعي هينزل مرتبك وفينيسيوس بصراحه يربك اي حد في المكان ده. فالسيتي هينزل عاوز يمسك كوره ويهاجم ويجيب جون من اول الماتش. ولو انت يا جوارديولا ناوي تعمل الكلام ده بلاش تلعب بكيفن دي بروين والعب بعمر مرموش، هيفتح لك كده مجال لعبه اكتر وهيخلي اللعبه احلى في الملعب. الناحيه الثانيه بقى ريال مدريد هيبقى مرتاح جدا وبيلعب في ملعبه وكسبان في الذهاب 3-2، فما اظنش ان انشيلوتي هيجازف، واظن ان هو هيركن ورا الاتوبيس ويلعب على الهجمات المرتده. ومفيش احلى من انك تلعب على الكاونتر اتاك بالذات قدام جوارديولا. في وجهه نظري الماتش لسه 50-50 ما بين الفريقين، وممكن اي واحد فيهم يعمل مفاجاه في ماتش العوده، خصوصا ان الهدف خارج الارض ما بقاش بيحسب بهدفين. يعني السيتي لو خلص الماتش 1-0 هنوصل لاكسترا تايم وضربات جزاء، فجوارديولا لسه عنده فرصه كبيره جدا يوصل دور ال16 وينقذ الموسم، بس بلاش فلسفه وفتي. انا بقى توقعاتي للماتش ده زي ما قلت المره اللي فاتت ان السيتي هو اللي هيوصل لدور ال16، وخليكم فاكرين كلامي ومعلمين عليه، السيتي هو اللي هيوصل لدور ال16 لدوري ابطال اوروبا. وطبعا لازم تنزلوا تحت وتسيبوا لي توقعاتكم، انتوا شايفين ايه اللي ممكن يحصل في ماتش العوده. وفي النهايه ما تنساش لايك سبسكرايب وفولو، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.